الثاني، تنقل ثاني على التوالي. الرحلة هذه المرة كانت طويلة جدا، يعني فترة توقف بالعاصمة القطرية الدوحة ومواصلة المشوار نحو دربن الجنوب افريقيا. الساعات من السفر. هذا الرقم 22. الاختيارات نفسها التي شاهدنا في مباراة حرة. مرفوعة الكرة وبالراس هنا مباشرة إلى الركنية النهائي. حميد حداد ومحسن متولي، ولا ننسى كذلك بدر بولارود الأساسي اليوم يا رشيد. يطلع لدينا كرة وجبير العرضية وفيها حداد يرفع كرة والجول. حداد، يا لروعة اللمسة، يا لجمالية اللقطة. حداد يا سلام، في لقطة مع الكبار، في لقطة مع حداد بلمسة النجوم الكبار. يا فابريس لمحمد الناري العرضية فيها ممكن خطورة، فيها ممكن التسديدة، ولكن سجل الهدف. بينما الكرة البينية دي خطيرة، مرة جانبية. نعتبر هذا أول تهديد لفريق الأمازون. السلامات يا محمد يا زريدة الذي رجع من أجل المساندة. يستلم الكرة، يرفع جبيرة وفيها بعد ذلك ركنية، نعم، لفائدة فريق الرجاء الرياضي. حذاري من هذه الكرة، ما يسددش برافو. كاس موجود، تلعب هذه الركنية ومتابعة. سيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء وبالراس وفيها الركنية الثالثة. نعم، الكرات العرضية يا حركاس هنا لا زالت صعبة في عرضية مع الراجة. بينما الكرة العرضية والمقصية هنا لكن بعيدة تماما عن مرمى الحارس مروان فخر. يستلم الكرة، يرفع محسن والثاني غير معقول. فرصة إضافة الهدف الثاني. مروان الهدودي، المرمى أمامك والشباك تناديك يا مروان يا الهدودي، كيف ضيعت هذه الكرة؟ شوف الركنية. بدر بولهرود غير تماما، تبادل جميل والسلام هنا من جبير، لكن في وضعية تسلل. إسبانيا وألمانيا، وقتها إسبانيا فازت 1-0 في مباراة نصف النهائي، وهذا الملعب كذلك استضاف مباراة المونديال البرازيل والبرتغال. في هذا الأمر لا نريده اليوم. كرة مرفوعة بالراس، مرت هنا بسام متولي كالعادة، يرفع هذه الكرة ولكن مرور صعب، خطيرة هذه ومروان لا زالت صعبة. العرضية لكن فيها تغطية، لا زالت صعبة الكرة والإبعاد بالراس. فيها لمسة يد، نعم فيها لمسة يد، وبالتالي لدينا ضربة حرة لفائدة فريق الرجاء الرياضي. هنا فابريس نجوما رايع. أنا قلت لكم بأن فابريس اليوم في عملية المساندة الهجومية رايع. عموما هنا التسديدة والعارضة تنقذ الأمازون من هدف النهائي صاروخية الإفريقية. تلعب هذه الركنية وبالراس من أجل الصدارة، تلعب هذه الكرة الرأسية، ولكن بعد ذلك المتابعة من الحارس مروان فخر. ميميلا ومروان فخر. 1-0 للرجاء. ترفع هذه الكرة بالراس الى الركن. على المباراة ويتحكم اكثر في سير المباراة، بل يضغط اكثر في مناطق نادي الامازون. فرق الخبرات واضح تماما وفرق المهارة واضح تماما. هو التردد في ايصال كرات لحميد حداد. هذه مثل هذه. لاعب محسن متولي يحاول يقترب اكثر من حميد حداد. طبعا في بعض الاحيان حميد حداد في الامام يحتكم، مشيرا الى نهايه الشوط المباراه. محمد النايري، رياس الحداد، بينما هناك كره جنوبيه الاول، بينما الكره الاماميه في الراسيه. مروان يخرج هنا، الصافره تسبق الكره الماضيه لمروان فخر. مره اخرى للحديث عن الدفاع الخطي. هنا الدليل واضح بين الامازورو سيعتمد في هذه الجوله الثانيه كذلك في اللقطه الماضيه على فابريس نجوما. لا وجود لوضعية التسلل في الانطلاقة لمحمد الناهري، فيها مساحة، فيها عرضية، فيها خطورة. هنا الكرة بالراس وفيها خطأ، نعم فيها خطأ، وهذا هو الشيء. هذه الكرة الأمامية هنا التغطية بالراس. برافو الراجة في الكرات الآلية، متفوق في معظم. هنا التغطية من طرف اللاعب مروان وحذاري من الأخطاء، ورأسية من طرف اللاعب إلياس الحداد. الحكم يشير إلى وجود لمسة يد في اللقطة الماضية. لمسة يد في اللقطة.
غلطة هنا. البينية فيها حداد، فيها خطورة، فيها لمسة، فيها ممكن جول، ولكن ضيع فابريس. تغيير قبل حين بدخول لاعب محمد المكعازي مكان بدر بولارو. الحكم صفر خطأ. بينية هنا العرض واستلام الكرات هنا الاماميه الراسيه، والثاني لا يجب اعطاء الهدايا لفريق مازولو. فخر، ارتقاء فخر، كان فيه خطا على ماميلا. هنا محسن اوه متولي، كان عندك المجال جبيره، يرفع كره بالراس. اوه حميده حداد، ممتاز حميده حداد، وستنول ما فيهاش تسلل. محسن متولي فيها كره، فيها خطوره، الطمع فيها متولي صراحه، كان اناني فيها متولي. بعد دفاعيه لا زالت رجاوي، والثاني جول، والثاني رجاوي. النصر حاضر، النصر الاخضر يحلق في هذه اللحظات. إلياس الحداد، إليا رجاوي في هذه اللحظات. الاخضر يدون. متولي